مرحبا بكم معنا اليوم في واحد الاستكشاف معمق. الموضوع بصراحة كيمس حياة بزاف ديال الناس. تغييرات قانونية جديدة في المغرب كيتعلقوا بالعقارات. تغييرات مهم نعرفوها حيث ممكن تكون خطيرة على أي واحد عنده عقار ولا حتى كيفكر يشري. الهدف اليوم نفهموا كيفاش هاد القوانين غادي تأثر على المالك وعلى المشتري، والمهم كيفاش نحميو ملكنا واستثمارنا. ايوا يلا هندخلوا في الموضوع دغيا. قبل ما نكملوا، معاكم قناة راديو القانون اللي غادي نتكلموا فيها على القانون اللي كيهمنا حنا كمغاربة. غادي نتكلموا على المواضيع اللي غادي تفيد وتعتق كتير منكم، من كوارث قانونية اللي سببها الجهل بالقانون، وكذلك حسن النية الزايد على اللزوم. ما تنسوش تابوناو ودعمونا بلايك. نرجعوا لموضوعنا. كاين قانون جديد كيقولوا يقدر يخلي الواحد يخسر العقار ديالو حتى الا كان مسجل ومحفظ، يعني عنده تيتر. هادشي عجيب، كيفاش ممكن عقار محصن قانونيا يضيع هكا؟ وهنا السؤال اللي كيشغل بال الناس كاملين دابا. المشكل ماشي في النظام ديال التحفيظ كهدف للحماية، لا، المشكل الحقيقي كاين في طرق ديال النصب اللي ولات متطورة بزاف، يعني شبكات كيسميوها مافيا العقار. مافيا العقار بحال العقارات ديال المغاربة اللي عايشين في الخارج ولا أراضي مهمة. يعني السيناريو ممكن يكون هكا: واحد عنده أرض محفظة ولا دار مسجلة باسمه، وفجأة يلقاها ما بقاش ديالو. مع الأسف هادشي كيوقع، يكتشف أن العقار تباع لشي واحد آخر بلا ما يعرف، بلا ما يعطي الموافقة وبلا ما يدي حتى ريال. كيفاش كتدوز العملية؟ فين هي الثغرة؟ الطريقة غالبا كتكون تزوير في الأوراق. أكثر حاجة هي تزوير وكالة قانونية، وكالة وزورة، بالضبط وثيقة كتشبه قانونية 100% ولكنها مزورة. هاد الوكالة المزورة كتعطي النصابين الحق يبيعوا العقار ومن بعد يقلبوا على شي مشتري، وغالبا كيكون واحد نيته مزيانة كيقلب على صفقة وما عارف والو على التزوير. القانون كيسميه المشتري حسن النية. وهنا كيتكمل الفيلم. المشتري كيشوف الوكالة المزورة والأوراق باينين قانونيين، كيتطمن، كيعطي الفلوس للنصابين وكيتم العقد. والأخطر، العقد ممكن يتوثق عند موثق رسمي ولا عدول، بالصح ممكن حتى عند محامي مقبول الترافع قدام محكمة النقد. ومن بعد المشتري كيسجل العقار باسمه في المحافظة العقارية. ايوا منين يكتشف المالك الأصلي الكارثة ويمشي للمحافظة؟ هنا الصدمة. المحافظة كتقول له أن الوثائق عندهم شكلها قانوني، كاين عقد بيع على أساس وكالة، والمشتري سجل حقه ودفع الرسوم، والقانون كيحمي اللي تسجل بحسن نية. المبدأ العام ديال التحفيظ العقاري كيميل يحمي اللي قيد الحق ديالو حسن نية وبوثائق باينين قانونيين ديك الساعة. وهنا كنوصلوا للتغيير القانوني ديال المادة 2 من مدونة الحقوق العينية. هي فعلا محور النقاش، وكتزيد تبعد المالك الأصلي في الحالات ديال الاحتيال والتزوير، وخصوصا زادت تصعب من عملية دعوى استحقاق العقار بالنسبة للمالك الأصلي. هاد المادة تبدلات وتداعياتها خطيرة على الملك الأصلي اللي ضحية التزوير. المشكل الكبير، حتى إلا رفض هو وأثبت التزوير 100%، يعني جاب الدليل القاطع باللي الوكالة مزورة، اش كيوقع؟ القانون ما كيرجعش العقار ليه أوتوماتيكيا إلا كان المشتري اللي تسجل فعلا حسن النية. ولكن الأخطر من هاد الشيء كامله شنو هو الأجل الزمني. القانون عطى أجل قصير بزاف للمالك باش يتحرك قضائيا. الأجل هو غير 4 سنين، وهنا الصدمة ديال بزاف ديال الناس. 4 سنين قصيرة بزاف، خصوصا إلى المالك مسافر ولا ما كيتبعش عقارو ديما. وزيد باش نوضح، هاد 4 سنين كيبداو مناش؟ من وقت اللي عرف المالك أنه يتضحك عليه؟ لا، وهنا الكارثة. المدة كتبدا من نهار تسجل العقد الجديد في المحافظة العقارية باسم المشتري. واش معقول؟ يعني ممكن يدوزوا سنين والمالك ما عارف والو؟ بالضبط. ومنين يكتشف يقدر يلقى الأجل سالة ولا غادي يسالي. إلا فاتت 4 سنين وما رفعش دعوة كيضيع حقه. هذا هو التقدم. يضيع حقه في العقار، وحتى التعويض المالي ممكن يمشي. عقار بملايين يضيع غير حيت فات الأجل. يعني اللي ما كيتابعش عقاره مزيان ممكن يخلص الثمن غالي تماما. الإهمال هنا كارثي. طيب شنو يقدر يدير المالك باش يحمي راسه؟ الحمد لله كاين حل بسيط وفعال، اللي هو يمشي للمحافظة العقارية اللي تابع لها العقار. كل شحال
الأفضل كل عام، إلا ما قدرش على الأقل كل عامين. ومن بعد يطلب وثيقة سهلة سميتها شهادة الملكية، تقدر غير 100 درهم. 100 درهم مقارنة بقيمة العقار ماشي والو. صحيح الشهادة بحال كشف حساب ديال العقار، كتبين الملك الحالي واش تبدل شي حاجة، واش كاين بيع ولا راهن ولا حجز، يعني بحال جرس إنذار بكري. بالضبط، هي خط الدفاع الأول ديال الملك. إلا لقى شي تبديل ولا بيع مشبوه يكون عنده وقت كافي ضمن أجل 4 سنين بالطبع، ويقدر يرفع دعوة ويبطل العقد المزيف ويرجع حقه قبل ما يضيع. خطوة سهلة ولكن ممكن تنقد شروة. ايوا هذا من جهة المالك. من جهة المشتري شنو تبدل عليه هو تا هو؟ صحيح التعديلات ما بقاتش غير على المالك، القانون زاد شروط صارمة على المشتري باش تحمى السوق. الأساس موجود في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية. البيع ولا الرهن خاصو يكون بجوج طرق لا غير. الأولى عقد رسمي عند موثق ولا عدول، والثانية عقد ثابت التاريخ عند محامي مقبول النقد، ماشي أي محامي، محامي بدرجة خاصة. يعني عمليا المشتري خاصو يرفض أي صفقة ماشي بهذه الطريقتين. واش الوكالة العرفية مقبولة؟ لا. ولا حتى عقد عند كاتب عمومي؟ حتى هو لا. ما بقوش معترف بهم. باش تحمي راسك لازم كل شيء يكون رسمي. العقود اللي كانت كدوز زمان بلا مشاكل دابا ما بقاتش كافية تحمي المشتري. القانون حمل المشتري المسؤولية يتأكد من الشكل القانوني للعقد. يعني لو واحد شرى بعقد عرفي يقدر يخسر العقار والفلوس؟ ممكن جدا. القانون ربط الحماية بمدى التزام المشتري بالإجراءات الجديدة. مزيان. ايوا نلخصوا الدرس. اولا المالك يراقب الملكية ديالو كل عام ولا عامين بشهادة الملكية. ثانيا المشتري ما يقبلش ورقة إلا إلا كانت عند موثق ولا عدول ولا محامي مقبول النقد. هادو شروط إلزامية. الوعي بهاد التفاصيل هو السلاح الأول ضد مافيا العقار اللي كيتطوروا كل نهار. في الأخير شكرا للناس اللي تبعونا في هذا الاستكشاف. نتمنى المعلومة توصل وتكون مفيدة، ويريد تشاركوها مع العائلة والأصحاب، خصوصا اللي عندهم عقارات ولا غادي يشريو. التوعية بيناتنا هي أحسن حماية. وقبل ما نسأليو نخليو سؤال التفكير: واش هاد القوانين الجديدة غادي تكفي باش توقف المافيا وتحمى السوق، ولا محتاجين حتى آليات ديال الرقابة والتطبيق أقوى؟ السؤال فعلا كيتستاهل النقاش. شكرا على الاستماع، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا اليوم، ونتلاقاو في موضوع جديد إن شاء الله.